والله على ما اقولوا شهيد، والله على ما اقولوا شهيد. ودابا على حسب مرتك ترحمت عليها ولا مازال؟ ترحمت عليها وبنيت عليها. بنيتي عليها؟ كاع الناس ترحموا عليها اللي شافوا. كاين اللي كتلقى بالجنازه دابا في المقابر، دابا حاليا دابا كتمشي للمقابر كتلقى الوليدات هازين باهم ولا امهم، الله يرحمهم ويجد عليهم الرحمات. عايش نهار سمع اخبار. شحال في عمرك؟ باش تعرف هاد البنت هادي؟ 54 عام دابا عندي. من راسو غيولي اقله، غيولي يبانوا بحال العدد ديال المنافقين اللي نزلت على الرسول عليه السلام، بحال في هذا الزمان. خويا الله يسهل عليك، دابا شحال شي 14 هذا. مسكين. يعني حسيتي بالقمت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. المؤمن الميت الا مشات الجنازه ديالو 40 مؤمن غادا في الجنازه كيشفعوا فيه. واخا انت هذا السيد هذا يعني اليوم اصبح باش يطلع معنا في المباشر وبغى يطلب الزواج، مشي بنت الناس لان قال لك مات مرتي، واخا كان واحد المشكل ما كانش بغى يترحم عليها، وحنا والمغاربه كلنا كنا بغيناك ترحم عليها، ولكن اليوم بغى يفاجئكم المغاربه، قال لك بغيت نتزوج عييت. قلت لي انا اودي انت المغاربه كلهم شافوك ما ترحمتيش على مرتك، راه صعيب باش تلقى شي بنت الناس، ولكن ربي اللي تيرزق، حنا سبب وكمال على الله. السلام عليكم اسيدي. السلام ورحمه الله. بالنسبه للزواج، الزواج سنه ما خصنيش نبقى بوحدي وانا ما عندي لا اولاد لا والو. قنطي ماشي قنات، راه تيبي ما تلقاش ليه يهزك. الله يرحم لك الوالدين. انت فهمتي دابا الجواب ديالي، انت جاوبتيني. بغيتي شي بنت الناس يتزوج بها؟ ما حدي باقي الحمد لله واقف على جريه. شحال في عمرك؟ باش تعرف هاد البنت هادي؟ 54 عام دابا عندي. والله على ما اقولوا شهيد، والله على ما اقولوا شهيد. ودابا على حسب مرتك ترحمت عليها ولا مازال؟ ترحمت عليها وبنيت عليها. كاع الناس ترحموا عليها اللي شافوا. يعني حيت ناضوا لك المغاربه تبارك الله قالوا لك هادشي مرفوض وخصك تسامح مع مرتك وماتت. ملي قال لك الرسول عليه السلام عليه الصلاه والسلام مؤمن الميت الا مشات الجنازه ديالو 40 مؤمن كيشفعوا فيه. المؤمن الميت الا مشات الجنازه ديالو 40 مؤمن غادا في الجنازه كيشفعوا فيه. واخا انت تطفيق في الصباح تديرها بوحدك تاكل اش دير؟ كيفاش تطيب؟ كان يلاه فطرت الزنقه دابا. علاش بغيتي المراه؟ كان هلاك في المعده ديالي، الهلاك المبين، ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكه. يعني السبب ديالو هو الزوجه. انا ماشي كنطلب من المواطنين، ولكن انت خلعتي شكون تطلب؟ انا كنطلب من المؤمنين. المؤمنين هم كاينين المؤمنين، كاينين. شوف انا كنطلب حيد المؤمنين. الرسول عليه الصلاه والسلام قال للصحابه، قال لهم غيجي واحد الزمان على الامه ديالي، زمان الفتن، هذا الفتن اللي كنعيشوا فيه، غيوليو المؤمنين اقله. بحال قال لي كيفاش اقله يا رسول الله؟ قال لهم غيوليو قلال فين كيبانوا فينا حنا في المجتمع ديالنا المؤمنين. لا انت ما قال لهم الرسول غيولي اقله، غيوليو يبانوا بحال العدد ديال المنافقين اللي نزلت على الرسول عليه السلام، بحال في هذا الزمان. صدق حبيب الله انه كان القران يمشي على الارض بالاقوال ديالو بالافعال ديالو بالحكم ديالو بالشرع ديالو. الرسول حبيب الله، واللي ما كيديرش بالوصيه ديال الرسول عليه الصلاه والسلام راه غادي للهلاك، غادي للهاويه. واخا بالنسبه لك انت ما حاولتيش تقلب على شي انسانه؟ زعما ما حاولتيش تقلب على؟ لقيت واحد السيده غير هنا في المدينه قديمه، لاقاني معاه مسكين، الله يجازاه الله. كي واحد الخدام مسكين هو لاقاني معاه مسكين خدام. طلب لي انا، شافني كانت تشكى بحال هذا الشكايه اللي كنقول لك على الزواج، وشافني راجل بعقلي وهذاك الشيء، وقال لي راه واحد السيده غنلاقيك معها، ولاقاني معها. عيط عليها دايره النقاب، وهذه عجباتني الصوره ديالها، ما نقولش جات محتشمه، ولكن الهضره ديالها ما عجباتنيش. ايوا اجي نقول لك لا سي اجي نقول لك خديت التليفون ديالها. ما عمرك تحكم على المظهر؟ لا. قالت لي الوالد، قلت لها الوالد عطيني النمره ديالي، ما عطينيش النمره ديالك، عطيني النمره ديال خوك ولا باك. عطاتني النمره ديال باها. ملي تفرقت معها اش قالت لي؟ وبيناتنا الو بهذا هادي. لا ما عجبنيش. لا ما عجبكش الحال؟ قالت لي ودابا تقليد الله غادي نهضر معاك سيدي مزيان. هاد بيناتنا الو
وراه بغات تعرف كيفاش دير وتعرف قالتها بواحد الاسلوب ماشي كيفاش الطريقه باش قلتها قالتها بواحد الطريقه يعني كيفاش بغينا نعرفوا حاشي ديال هذوك يعني علاش قلدها لنا كيفاش دارت لا ما نقدرش كيفاش قلتي لنا لا وراه قلتها لك دابا قالت لي بواحد الحركه انا يعني ولكن هذه الشريف راه انوثه هذيك راه مراه هذيك راه واش انت بغيتي تتزوج درت على الاستخاره الله قال لي صافي تفادى دابا انت راه تخلع على عيالك حيدتها من القائمه تخلع شي وحده اللي عجبتيها عندك شي قرارات اللي انت ماشي ترجع ودابا انا الزوجه الصالحه كيفاش بغيتيها تكون تكون تتعجن تتصبن تكون صحابيه بحال الصحابي يعني ما نقدروش حنا على الصحابه في الايمان ديالهم في الافعال ديالهم فهمتي وفي الصبر ديالهم انا كنتمناها الا كانت كتشوفني دابا تكون زوجه صالحه وانا راه مؤمن ماشي باللحيه ولا تكون زوج صالح انا في القلب ديالي انا عندي اللحيه والايمان والتسبيح كل شيء هنا كينبض هنا في القلب ديالي تكون بالمسؤوليه الله والرسول القلب والمسؤوليه تقد عليها كينبض هنا مخزون هنا ما عنديش وجهي انا ولا تسبيح ولا المسؤوليه ما استطاع منكم الباعة فليت انا معنويا ماديا عندي مسؤوليه عندي سكن عندي كل شيء عندك كل شيء عندي كل شيء لان الزواج ديال هذه الساعه راه هو المسؤوليه الشريف ماشي غتجيب بنت الناس وتكربس عليها ماشي غتجيب بنت الناس وتقول ما نترحمش عليها في كان عندك المشكل اللي ما ترحمتيش على مرتك بحال هذه واش انت اللي منك المشكل ولا هي اللي منك ولا الله يرحم المرحوم لا منها هي باللسان ديالها كان الله يرحمها ويجزي عليها رحمها قال لك واذكروا امواتكم الرسول صلى الله عليه وسلم الا بخير واذكروا حتى حنا غنموتوا ونموت علينا حق هم السابقون ونحن اللاحقون واش بغيتي الوليدات بحيث انت قبل المباشر قلتي لي بغيت شي وليد ما حدي انا قلت زعما باقي شويه يعني واقف على جريه وكان عمل يعني خدام انا سمسار اجون ايموبيلي يعني وكيل عقاري ولكن ما عنديش الولاد بغيتي الولاد كنت مرت واحد الايامات هاد الايامات ودرت العكاز ما رضيتش نخرج به حيت المنظور ديال المغاربه شويه غيقول لك هذا راه كيسعى ولا واحد مد لك درهم ولا كذا حيت كاين هادو السعايين المتسولين كاين الله يشوف من حالهم ولكن ماشي المنظور المغاربه القلوب المغاربه اسمح لي منين تتمشي انت بالعكاز فهمتك كاين انت ما تقبلتيهاش ولكن المغاربه باش معروفين المغاربه معروفين بالمساعدات يعني انت ما تقبلتيش شي مغربي يجي عندك بالعكاز ويبغي يعاونك هذه الدور فيه يعني ما تقبلتيش يعطيك العكاز هو شريته ميديكال يبغي يعاونك المغاربه معروفين والله ما يجي يعاونك ولا يخليك لا انا عارف المغاربه يعني غيقولوا التسجيل بعدا هو كيخرج بالعكا راه كيمشي يسعى وقيله اختي اللي قلتي التهمه غيلوحوا عليا ولا هضروا عليا راه مزيان في الصالح ديالي انا غيخفوا عليا غير بالذنوب حيت الله الرسول وصى عندنا اصعب حاجه هي الغيبه والنميمه راه صعيبه بزاف واخا وهذا وما حاولتيش تمشي راه كاين تبارك الله الخير عندنا كاينين بنات الناس كاينين بنات عائله كاين الامهات كاين الاباء راه هما النساء فين جالسين راه ولكن شوفهم كي دايرين راه الله يسمح لي متبرجه راه طارقه الشرامه كلهم طارقين الشرامه سيدي مؤمنه وريني مؤمنه دابا ها هي وريني من القباب فين هي اللي طالقه الشعر سيدي حتى هي راه ورينيها مؤمنه دابا نعطيك واحد 5000 درهم نحطها لك انا في نديرها في جيبي لا سيدي ما تعطيني ما والو ديك 5 عطاها في الصدق شوف سيدي وريها لي دابا كاينين تبارك الله كاينين المؤمنات وكاينين المحترمات انت شوف خصك تشوف شي طبيب واسمح لي عرفتي علاش حيت تتحكم على الانسان واش دابا تقدر الطبيب ديال ان بعض الظن اثم انا واحد النصيحه نعطيها للمغاربه مزيان اللي جبتي الطب انا عندي طبيب ديالك فإذا مرضت فهو يشفيني هذا إبراهيم الخليل وهو يطعمني ويسقيني ويحييني ويميتني فإذا مرضت كنوض مع ثلث الليل وكنطلب الله كانت مريضة لي الرجل هي ولات لاباس مع 4 ديال الصباح أنت غتدخل على الناس تدخل على العيالات تبدا ما أنا كنصح عامة لأنني أنا كان عندي واحد المرض هنا ديال يدي واحد الجرثوم هنا كان عندي مع 4 ديال الصباح اليوم كان عندك البارح لا 14 عام وانا مريض بهذا اللي كنت ما كنتوضاش بها كاع خام جاليه ونط مع شي شهرين وانا كنت مع 4 ديال الصباح الطبيب عندي مع 4 كاين شي طبيب مع 4 الصباح ما كاينش كنسبق الوضوء 12 ركعه كنطلب الله كنبكي على الله واحد النهار مشيت لمرشد الجميعه وقال واحد كاين حكانا قال لي مالك اولدي شوف الله جعل السبب الله نزل السبب
عطاني واحد البوماده ما بغيتش تخلص من عندي، وواحد الصابونه فيها جمله فيها ناقه. قال لي حك هذه بالناقه ودير هذه البوماده، درتها السيمانه وهي تحمر تخشرات بحال اللي محروقه وهي تبرى وبرات لك. ولكن الله نزل السبب هذاك السيد. واخا سيدي الله هذاك السيد هذاك السيد راه تلقاه فين ساكن هو في الدار البيضاء. ماشي تجميع وراه داك السيد اللي عطاك البوماده راه بنته هي اللي دازت محداك تلقى الشعر ديالها. بنته اللي لا شوف انا بغيت غير نصلح لك، راه بنته هي اللي دازت تلقى الشعر، راه هي راه ما نهضروش على بنته هذه راه غيبه. ما شوف سيدي شوف هي بنته هذيك بنته هي اللي دازت دابا تلقى الشعر وغادي اللي قلنا حنا خصو ما يكونوش متفقين. غنعطيها لك انت ورساله للمغاربه عامل من طنجه حتى للصحراء. البنات راه هادو اللي كنشوف دابا مساكه، راه كل بنت ملي كتوصل 20 سنه ولا 18 ولا 19 كتصور البطاقه كتتمنى مسكينه تتزوج. الله يسهل عليها. الحلم ديالها هو الزواج. الله يسهل عليها. الزوج شاب يكون جميل موظف عنده منزل. مهم تتحلم. الحلم ديال الفتيات عامه المغربيات عامه الشباب. الحلم ديالنا حتى حنا الرجال تنحلموا حتى حنا. ولكن الاسباب انا ديال البنات كنرجعوا للام، حيت الام هي اللي مسؤوله على ديك البنت. يا اما تنصرها يا اما تحجبها. عرفتي تنصرها تردها بحال النصرانيه في اللباس ديالها يعني تري لها الماكياج ما كدير باش دير الملابس ديال المحلات ديال الاماكن ديال الملابس ديال الحجاب وكذا. لا كتقول لها لا بنتي غنعقدها غنمرضها، لا نشري لها اللباس ديال باش تفتح على العالم وتتزوج دغيا وتولي واشنو فيها يعني واشنو فيها. شوف اشنو فيها الزينه ديالها، ما كاينش الزينه. اشنو فيها البنت والمحاسن ديال عامه الشباب. علاش سيدي اشنو فيها البنت باش تهلا في راسها عادي. ولكن دابا ما رصي معايا بنات مهلين فروسهم. ملي كتوصل الام راه هي البنت والبنت هي الام. اشنو غدير الام؟ غتسد على بنتها في ملي البنت كتوصل لواحد المرحله ديال البلوغ كذا كتستتر مع ما يعني في الحيضه كذا ملي كتخلع من اول دوره ولا كذا راه ما اللي كتنصحها. وفي اللباس راه ما اللي كتلبسها هي اللي كتلبسها. ولكن حنا في واحد العصر كيفاش بغيتي البنت تكون يتقادوا بالصحابيات بحال السعوديه مثلا. هما العيال كلهم متحجبين. ها الايرانيات واخا الشيعه. واخا سيدي اجي انت علاش ما لابسش الفوقيه ولا لابس جلابيه؟ عندي الفوقيه غير لبسها بالعياد عيد مولد العياد يعني بغيتي اللحيه ما نديرهاش. انت خصك تكون اللحيه ودخل. انا درت اللحيه دابا والفرجيه ودخلت البنكه يدوروا الكاميرات بحال دابا عندك واحد القضيه. دابا هما انا دابا شنو نهضر معاك؟ دابا حنا ما تحكمش على البنت تقول طلقه الشهر ولا طلقه شي حاجه راها خايبه. حنا في واحد العصر بغيت غير نصلح لك الامور ديك. الا بقيتي بحال هكا راه ما غتزوجش. انا راه معقد. راه ما غتزوجش. تعقدتي سيدي. لا هاد الامور عقداتني. لا سيدي شوف راه تقدر تمشي تجيب شي وحده اللي انت في الخيال ديالك ولكن ما تستقريش، وتقدر تجيب وحده طلقه الشعر وغاديه وتلقى قلبها ابيض سيدي. راه بغيت غير نصلح لك. لا كاين بعض العيالات اللي كانت ماشي قلبها ابيض، قلبها فيه الايمان. خصها مسكينه غير اللي ينصحها اللي يرشدها. ها انت دابا وصلتي للصحيح. ملي كتلقى دابا الكنديات اسريه معتنقين. هاي نجمه عالميه امريكيه بنت جورج بوش راه مسلمه. سيدي اش بينا حنا جورج بوش في المغرب. شوف بنات المغرب قلب على راسك. انا شنو نقصد لك؟ انت بغيتي تتزوج هاد المباشره الخوت والله العلي العظيم حتى بغى يتزوج. والله العلي العظيم. واش انا عندي الشي انا دير الناس مزيان باش الناس واش انا دير طوينغ هنا ودير الوشام ودير يعني فهمتي العلامات ديال الحماق ديال هذوك لي بان في راسي. لا انت نقي انت تبارك الله. انا راه مؤمن في القلب ديالي. انا الشيء اللحيه والتسبيح والايمان كله مخزون هنا. كاين بض هنا ما انت مؤمن ياك. انت مؤمن. تقدر تجيب واحد الانسانه اللي هي طلقه الشعر وتعيش معك في السعاده وغادي تقتنع بالكلام ديالك وغادي تولي هي واخا زوينه ولا خايبه. قلت هي امراه يعني عاديه طلقه شعرها تقدر تتزوج بها انت. نتزوج بها مثلا دابا انا غنمشيها مع الكلام ديالك. واخا سيدي تزوجت بها واخا فتناتني وكذا. لا نقول لها غادي نقول لها نجيب الامداح غير الشهود كذا. لا تقول لي خصنا عرس
اول فتنه بعد اللي غتفتني، لا القاعه. على انت بغيتي تتزوج وانا مثلا انا الماديا انا غير متوسط، انا غير انت ما بغيتي تتزوج بلا ما تفرح بهذيك بنت الناس؟ لا غادي نفرح بها انا وياها ويكونوا العدول والناس شو يعني الناس اللي غيشهدوا. الناس اللي غيشهدوا واخا، ولكن راه هذا الكلام ديالك راه تتخلي الناس ما غاديش يتيقوا يعطوك البنات وتصنت. دابا هي مثلا تزوجت بها وهي طالقه الشعر وانا عطيتها الحريه، راه ما غنخرجش معها يعني غادي نسجنها بالدار، غنسد عليها. علاش؟ انا كنغير هكذا، انا فيا الغيره شديد الغيره. الطبع ديالك انت بحال ما غنخليهاش تخرج بحال هكذا كيف ما تزوجتها، واخا قبلت عليها وفرضوا عليا الناس كاع وجدي انا قال لي خصك تزوج بها وشعرها مطلوق وهادي ودير بحالتها الماكيه، ولكن غنسد غنبقى نقول لها عرفتي زيني ليا اري برا ولي عروسه يعني المغرب بيني ليا مع المرايه ونجملها ونشري لها الثياب في الدار في البيت ناس ونسد عليها ونعطيها الساروج وتخليها في البيت ونخليها في الدار. ونصحك واحد النصيحه سيدي انا هكذا داير، ما تبقى ديما هكا داير واسمح لي بقى عروسه ورده عندي في انا الدار. بغيت نحل معك مشكله حيت حنا المصداقيه عندنا في موقع معكم، اي حاجه في المصداقيه انا بغيت نحل ولا معك. بلاتي هو فوتيني نخرج معاها ولا خرجت معاه وهي خارجه هذيك الحاله غيقول هذا المغاربه النظر ديالهم مسيء شويه، غيقول لك شو هذا السيد اللي غادي شو ها هو التحرش غادي 100% غادي يبان الوطيل هذا غادي يبان الوطيل. وشنو فيه هذا؟ غادي يبان شي سعودي ولا شي يعني شوف نصحك نصيحه لوجه الله، انت عندك التخيلات بزاف واسمح لي، يعني هذيك اللي غتجيب الايمان اللي كيمحن فيا انا، الايمان هو اللي كيهضر معاك انا دابا على المراه ديالي. هذا المباشر هذا ربما تقدر ما تستافد منه والو. عرفتي دابا انا ها هي المراه ديالي، ها انا تزوجتها. حنا بغينا كما طلبتي وهي انا قال لك الرسول عليه الصلاه والسلام اعقلها وتوكل. انت بغيت تصافر مثلا واش غادي ما تسلف فلوس ما تخرويده ما دير مازوت ما تقلب الطوموبيل ما غاتمشي الطريق وتزيد، لا ولا جمل فوق جمل ولا فوق ناقه ولا فوق عود ولا كذا ولا دابا مرا ولا الطوموبيل ولا تران ولا طياره ولا مرا ولا الطوموبيل باش لا. واخا سيدي بلاتي قال لك الرسول عليه الصلاه والسلام الا تلاقيتي مع هاد بنت الناس اشنو غتفرض عليها؟ غادي نفرض عليها اول حاجه قبل الزواج قبل الكتابه. اشنو غتفرض عليها؟ غنشري لها الحجاب، نشري لها الحجاب. واش الحجاب غتشري لها بالاراده ديالها ولا انت غدير الحجاب؟ مفروض غنفرضوا عليها بالقوه، بغات ما بغاش ما غنكملش معاها. سيدي ما غاديش تجوج واسمح لي، وهذا هو واخا قلت لك هاد الهضره واسمح لي. لا سيدي ماشي انا، اسمح لي نبقى بلا جواز ولا تدخل لي جنيه بحال اللي كتهضر عليا، جنيه مطالقه الشعر وجنيه غنولي غنمزوج بجنيه. سيدي خصك انت قلتي لي نفرض عليها بالقوه، كاين واحد الحاجه اللي سميتها السلام، كاين واحد الحاجه اللي سميتها نريح مع ديك بنت الناس ونقول لها شوفي بنت الناس انا حبيتك بواحد الصوره تكوني انت تبارك الله زويونه، بغيتك ديري الحجاب وربي يزيد ينورك، ولكن ملي كتقول انت يا غنفرض عليها القوه راه ما غتبغي حتى شي. غنفرض على لا ماشي بالقوه، حيت العنف ما كيولد غير العنف مع النساء، هما حسب بالنساء خير. كيفاش غتصرف معاهم؟ هما خلقنا من ضلعين عوج، خصك الا جيت تقوم المراه راه تهرسها، سير معاه بالتي هي احسن بالمرونه، حيت الجنس اللطيف هذيك. انا راه انسان متفقه مزيان في الدين، وخصني نتهلا في المراه ونعطيها مسكينه كاع الحقوق ديالها، فهمتي المعنويه والماديه. وانت قلتي غنسورت عليها ونسد عليها. الا كانت غنقول لها ديري الحجاب بالقوه. الا كانت مثلا تزوج بها وما بغاش دير الحجاب غنسد عليها في الدار. باقا شي وحده تيسدوا عليها دابا في الدار؟ ما بقاش هادشي، راه هادشي كان زمان. السبب ديال هادشي انا رديت عليك دابا السؤال. وشنو هو السبب ديال هادشي؟ شوف باش نكون معك صراحه، شوف سيدي، شوف سيدي الله يرحم لك الوالد، يعني خصو يكونوا متفتحات ياك، ما نحاولوش نعمموا باش ما ندخلوش في شي حاجه اللي فهمتي. دابا انت جيتي بغيتي دير المباشر، مرحبا بك على موقع معكم بارك الله باش تتزوج على سنه الله ورسوله. انت تدوي من القلب ديالك ماشي تتمثل. هاد السيد هذا راه تيدوي من القلب ديالو، هاد السيد هذا بغا يتزوج. انا كنتمنى تكون صحراويه
تبارك لان الله. الصحراويات بلا ما تفرض على تحية الحجاب هما راه تحية حجابيه البنات. هما راه عندهم السلام تحيه للصحراويات المغربيات كاملين، تحيه لهم. يعني وبا يعني يكون رجل معقول وهذاك الشيء باش ان شاء الله الى لقيتها في الصحراء اينما كان في الصحراء، طاطاويه زاكوريه كي غيدير التواصل معك؟ عيون من العيون من الداخله، يعني مرات صحراويه انا يعني كنحترم وكنصيفط لهم التحيه من عندي انا، لان أنا عندي محبوبات يعني فيهم الايمان وفيهم الحياه وباقيين الوالدين محافظين على الحياه، حتى في المدارس ديالهم في الابتدائي ديالهم كيربيو ولادهم على الحياه وعلى اللباس الصحراوي. تبارك الله. كاين الدريه صغيره عندها 4 سنين كيشريو لها اللباس، هذاك اللباس. انت بغيتي شي وليدات؟ بغيتي شي وليدات؟ وانا راه دابا قلت لك انا راه الولاد هما اللي سامتي هما اللي قلتي لي انا مرت وما لقيتش ليه. لا الوليدات قلتي لي انا مرت وغادي يعيب العكاز. نعمه من الله. بعد ما توفات الزوجه ديالك اللي انت حنا خدمة. المغاربه كلهم شافوا الفيديو اللي درت انا وياك وما بغيتيش ترحم عليها، ولكن قنعوك. تحيه للمغاربه اللي قلبهم بيض، تحيه للمغاربه اللي هما يعني تيبغيو الخير. حيت لقيت المغاربه رحماء مساكن يعني قالوا لك ترحم على مرت وقنعوه، ماشي حنا اللي قنعناه. اللي صالحوني مع المرحومه، صالحوه مع المرحومه في دار الدنيا وهي في دار الحق فهمتي عند الله سبحانه وتعالى، وربما هذه من الحظوظ ديال الموت ديالها. هنا باش بغينا نعطيو شابو للمغاربه، لان المغاربه معروفين تبارك الله بالايمان، معروفين بالاخلاق، معروفين شوف تبارك الله. واش كاين شي واحد اللي غيخرج للشارع المغربي بعد ما خرج بواحد التصريح معايا وقال لك انا ما بغيتش نترحم على مرتي، تيمشي خطوه تيجلس تيجي عنده مغربي؟ اجي سيدي نقول لك واحد الهضره، اش تيقولوا لك؟ حشومه عليك ما ترحمش على مرتك. اش تيقولوا؟ انا كنصح واحد الرساله فيها النصيحه عامه المغاربه، كنصح انا اخوكم مغربي، انا ولد الحبوس، انا كابر الحبوس كازاوي بيضاوي. تحيه لكاع والشباب كنصحهم بواحد النصيحه هامه في غايه الاهميه، وهما يتهلاو في النساء ديالهم. حيت الرسول وصوا بالنساء خير. فهمتي؟ العيالات امانه، الناس امانه. ويلتجئوا للزواج ويحيدوا ويبعدوا على الفساد. لان النساء مساكن عندنا راه ضعيفات مساكن. فهمتي؟ ملي كيخرجوا النساء وصابورات. النساء عندنا اقسم بالله ما كاينينش في شي عالم. النساء عندنا هما تيتعاونوا مع الشباب المغربي. واش كاينه شي دوله عباد الله غتلقى البنت تتخدم والولد تيخدم؟ انا بشحال من واحد تنعرفو تيقول لك معاوناني مرتي. واحد الشاب جا عند الرسول عليه السلام قال لي يا رسول الله راه بغيت نتزوج وما عندي والو. قال لي بقى يشوف فيه الرسول عليه الصلاه والسلام ويقول لي، قال لي الرسول قال لي يا رسول الله راه بغيت نتزوج وما عنديش. سمعوا يا معشر الشباب، سمعوا هذه حبيب الله باش كيزوج الشباب عباد الله. الرسول حبيب الله ما كاين لا مال لا يعني لا طمع لا والو، يعني بحال هذا الزمن اللي كنعيشوا فيه زمن. قال لي الرسول واش حافظ من القران؟ قال لي حافظ سوره الاخلاص قل هو الله احد ويزوجوا بها الرسول اللي الا شهدك الرسول كيشهدك الله والملائكه عليه الصلاه والسلام. ونتمنى ولا عطاها لك الله الرسول عليه السلام الصداق قل هو الله. اي سوره؟ قال لي اش حافظ؟ قال لي سوره الاخلاص هي اللي حافظه. زوجوا بصورة الإخلاص. تبارك الله. ونتمنى لك وملي كيزوجك الرسول كيشهدك الله والملائكة. ونتمنى لك شي زوجة صالحة إن شاء الله. واحد الصحابي وتكمل الحياة. صحابي الفراش ديالو الحصيرة في المسجد كان مع الرسول عليه السلام، والوسادة ديالو النعل ديالو غير النعل ديالو أفقر من الفقر. والرسول عليه الصلاه والسلام يعيط عليه، كان محبوب عند الرسول. هذا افقر صحابي، افقر يعني فقير. كاين اسعى الحصيره في المسجد والمسكن ديالو المسجد حدا فين كيصلي الرسول عليه الصلاه والسلام. والوساده ديالو ما عندوش وساده، عنده غير النعل ديالو كيديروا على كيطوي على جوج ويسدوا. قال لي الرسول غنزوجك. جا واحد الرجل بغى يتزوج، حتى كيعرضوا الفتيات على الرسول الزواج الصحابه.
قال لي يا رسول الله راه بغيت نهدي لك بنتي للزواج. قال لي لا ما بغيتهاش لي انا، بغيتها لهذاك الصحابي. سبحان الله. قال لي بلاتي نستاشر امها، بلاتي نستاشر امها. ويمشي عند ما قال لها صافي راه قبل راسه، ولا ماشي لي هو، ماشي الرسول، لهذاك الصحابي اللي ساكن في المسجد. قالت لي هذيك فقير وما عندوش، وكيفاش انا بنتي غنزوجها لواحد فقير وما عنده لا مسكن كينعسها في المسجد وما عنده، يعني عنده ثياب واحده وغير صندال، يعني بليغه، حالته غير بليغه وجليليبه. وهي طلع بنتها كتسمع في امها كتغوت، وهي تخرج بنتهم. تسمعوا يا معشر النساء المغربيات، البنت ديالو تخرج عند امها قالت لها يا اماه ما نقدرش انا فاني زوجه له، ما نقدرش نرفض طلب الرسول حبيب الله. مشات تزوجت به. بارك الله. قالت لهم ما نقدرش يا اماه، انا قبلته ملي زوجني به الرسول فاني زوجه له، صافي انا كنهدي ليه نفسي اليه، زوجه له، ما نقدرش نرفض طلب الرسول عليه الصلاه والسلام. نتمنى لك الخير ان شاء الله. مشاهدي واخا قول الرقم ديالي هو 06 16 31 36 82. تحمل المسؤوليه ديال الهاتف ديالك. صافي. مشاهدي الموقع معكم، كنتم معنا في هذا البث المباشر من مدينه الضبع. السيد هذا بغى يتزوج وتيقلب على زوجه صالحه، نتمنوا ليه الخير، والسلام عليكم ورحمه الله.